الريلمي سي 53 موبايل سعره بره مصر $130، يعني في مصر هنا حوالي 5800 جنيه، وده يعتبر اكتر فئه موبايلات البادجت الموجوده في السوق حاليا. فخلينا نتكلم النهارده على كل عيوب والمميزات بتاعه الريلمي سي 53. بصراحه يا جماعه بقالي فتره مش بجرب موبايلات البادجت، بقالي فتره بجرب موبايلات الفلاج شيبس، موبايلات الميد رينج، موبايلات اللي هي 16000 20000 50 و100 الف الايفونات الجديده، وطبعا قبل كان الفولد والفليب بتوع سامسونج. فبقى لي فتره مش بجرب الحاجات اللي هي في 5 6000 جنيه. فكان عندي توقع وانا بمسك الموبايل ده لحاجه معينه في الاداء، حاجه معينه في التصميم، حاجه معينه في الاستخدام، والموبايل ده كان اعلى شويه من توقعاتي. عموما خلينا نبدا بالمميزات اللذيذه الموجوده في الديزاين. اولا ظهر الموبايل شبه تصميم كاميرات الايفون سلسله البرو فيرجن منه، الثلاث كاميرات الموجودين. برضو الكاميرات فيها بروز كده من الظهر، بس هو بروز ابسط كتير قوي من بروز الايفون. وهيهيأ لك اول ما تمسك الموبايل ده ان هو مصنوع من الازاز، ولكن هو في الحقيقه بلاستيك، واللون اللي معاه ده اسمه شامبين جولد، وفي نوع منه تاني اسود، بس اللون الشامبين ده حاجه لذيذه. انا مش شايف قوي ان هو جولد، هو شايف ان هو تنت كده من برتقاني واخضر واصفر، بس هو لذيذ الصراحه. الموبايل ما فيهوش كيرفات كتير، حوافه فلات شويه ووزنه لذيذ 182 جرام، فمسكته سهل عامه. الموبايل ده فيه بصمه صباع فينجر برينت موجوده في جنب الموبايل، وبتفتح بسرعه، وبصراحه كل مره ارجع استخدمها احس ان هي ألذ كتير قوي من الحاجات التانية اللي انا بستخدمها كفينجر برينت. بالاضافه كده عندك يو اس بي سي من تحت، والهيدفون جاك هيدفون جاك، حاجه لذيذه جدا. انطباعاتي عن الديزاين: تصميم لذيذ، اللون ده حلو قوي، الكاميرات شبه موبايلات تانية، مش حاسس الموبايل ده بيقدم لك حاجه كده بتميزه عن بقيه الموبايلات، ولكن هو تصميم معقول، تصميم حلو. وخلينا بقى نروح للشاشه. الشاشه هنا كبيره 6.73 انشز، 6.73 بوصه، اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس. كان نفسي في الحجم ده اشوف شاشه فول اتش دي بلس، ولكن هنا اتش دي بلس، ولكن ريلمي عملته هنا ال 90 هرتز، ودي حاجه الصراحه بدانا نشوفها في 2023، نشوف شاشات اتش دي بس ولكن بتيجي ب 90 هرتز. فواضح ان الناس بدا اهتمامها بالهرتز يعلى عن فكره الريزولوشن بتاع الشاشه يبقى اعلى. ال 90 هرتز بتشتغل تقريبا في كل النظام، وبعض الابلكيشنز، مش كل الابلكيشنز تدعم ال 90 تحت اشعه الشمس. الشاشه دي بتتشاف لان الشاشه دي 560 نتس، وزاويه الرؤيه بتاعت الشاشه كويسه. ولكن عندي تعليق على السوفت وير. هنا السوفت وير الشاشه دي اتش دي بلس، على يوتيوب تقدر تشغل فيديوهات اتش دي، ولكن على بعض منصات الاستريمنج انت بتكون ليميتد ب 480 او 360 بس. ده لان في سيرتيفيكت اسمها الوايد ايفن ال1، دي اللي هي اتش دي سيرتيفيكت بتشتغل مع ستريمنج بلاتفورمز. واضح ان الموبايل ده مش واخدها، فهو ما بيشتغلش اتش دي في كل حته، ولكن اللي شغال معاك في كل حته في كل وقت هي البطاريه. بطاريه الموبايل ده بطاريه الصراحه يعني كلمه ممتازه كلمه قليله عليها. بطاريه 5000 ملي امبير اور، وبتيجي بشاحن 33 واط، والشاحن بيجي جوه العلبه. وعامه الانبوكسنج اكسبيرينس بتاعت الموبايل ده حلو قوي. تفتح الموبايل كده تلاقي ويلكم تو ريلمي كوميونتي، بعد كده تفتح بعديها تلاقي كفر، وتلاقي شاحن وسلك. مفيش سماعه جوه العلبه، بس يعني العلبه مليانه حاجات حلوه. يعني البطاريه دي كارقام رسميه بتشحن من 0 ل 50% في نص ساعه، ومن 0 ل 100% معايا في ساعه و10 دقايق تقريبا، ووصلت معايا في الاستخدام ل 18 ساعه ونص. الشاشه منوره والشاشه مستخدمه. بطاريه الموبايل ده بطاريه يعتمد عليها هبل، معتمد عليها جدا يعني. وكان من الحاجات اللي مش معلن عنها كارقام ان الموبايل ده ضد الميه وضد الاتربه. نروح بقى للنقطه اللي كانت ممكن تكون اقوى شويه في الموبايل ده، وهو البرفورمانس، الاداء بتاعه. الريلمي سي 53 بيجي بالبروسيسور التايجر 612. ده بروسيسور 8 كورز، 2 منهم كورتكس A75 و2 منهم كورتكس A55، وال8 بيشتغلوا على نفس الفريكونسي وهي 1.8 جيجا هرتز. ده بالاضافه للبروسيسور جرافيكس هو المالي G57. اداء الموبايل ده اداء لذيذ، بيشتغل 90 هرتز زي ما قلنا من شويه في الشاشه في معظم النظام، ولكن في بعض الابلكيشنز الموبايل ده مش بيقدر يوصل لل90. وكتجربه العاب بقى خلينا نفتح PUBG مع بعض كده ونتفرج على الاداء مع بعض. لما تيجي تعلي صوت حتى معايا بيقول لك الصوت دلوقتي معمول على مود الالترا ساوند اللي هو صوت عالي شويه، فاحترم اللي حواليك وخلي بالك لو في حد حواليك متضايق وطي الصوت. حاجات حلوه كده تفكرك انك معاك ناس عايشه جنبك. عامه اللودنج سكرين بتاع PUBG مش بطيئه. عامه باين لي هنا اتش دي، اللي انا واخد كواليتي اتش دي وانا بلعب على الموبايل ده. اوكي ريسبونسيف لذيذ مش بطيء. تعال كده نروح للسيتنجز، نروح لجرافيكس ونشوف ايه السيتنجز. انا دلوقتي شغال على اتش دي وهاي، مش بقدر اخليها اتش دي ار. طب لو انا عملتها ميديوم وخليتها اتش دي ار لا برضه. فهي اقصى سيتنجز هنا هي اتش دي وهاي. نرجع بقى وننط من طيارة.
طيب عامة البروسيسور ده بروسيسور 12 نانومتر، طبعا ده مش رقم بالارقام السنين دي رقم موفر او رقم حلو. الموبايل ده برضه بيجي ب 6 جيجا بايت رامات و128 جيجا ستورج. ال 128 جيجا دول بعد ما تنزل النظام بتاعك واستخدامك والحاجات كده هتلاقيهم صفصفوا على مثلا 106 103، بس كده انت اوريدي عندك مدخل مايكرو اس دي لحد 1 تيرا بايت، فانت الاستورج مش هتكون ازمه قوي بالنسبه لك في الموبايل ده. تيجي نفتح لعبه ثانيه. تعال نفتح مثلا سابوي سيرفرز. سابوي سيرفرز من الالعاب الخفيفه اللي عاده بتبقى لذيذه على شاشات ال 120 هرتز او 90 او كده، فخلينا نشوف هنا لو كان بتدعم 90 هرتز ونقول لكم لو فيها تجربه اختلاف لذيذ. اوكي هنا شغاله 90 هرتز، دي حاجه على فكره مش متوقعه خالص. كتجربه اداء للموبايل، الاداء بتاعه مش وحش في الالعاب، وركز في كلمه مش وحش لان هو في افضل منه، ولكن هل هو سيء؟ لا خالص. ال 90 هرتز بيشتغل في سابوي سيرفرز، اتش دي هاي في ببجي، كول اوف ديوتي اتش دي هاي برضو، فالموبايل ده هتعرف تلعب عليه. الاجابه هتعرف تلعب عليه وهتنبسط وكل حاجه، ولكن خليك عارف ان في الفئه دي من السعر هو ممكن ما يكونش اقوى اداء موجود. خلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات. الموبايل ده فيه 3 كاميرات من الخلف، كاميرا 50 ميجا بكسل، الكاميرا الاساسيه فتحه عدسه اف 1.8. الرقم ده رقم يعني يشدك، رقم كده جذاب جدا جدا، وبتدعم الفيس ديتكشن اوتو فوكس اللي هو اوتو فوكس بتاعها يعتبر سريع على الورق. هنتكلم عن تجربه عمليه كمان لحظه. وبيجي معاها كاميرا الدبث، كاميرا عشان تظبط لك العزل. الكاميرا دي مش معروف الرقم بتاعها، في ناس تقول لك 0.3 ميجا بكسل في بعض المواقع و0.8 في بعض المواقع، ولكن كده كده الكاميرا دي انت مش بتستخدمها، هي مجرد يعني كاميرا. وهنا بقى يجي لك السؤال، الكاميرا الثالثه بقى في الموبايل ده يا يوسف هي ايه؟ هي عباره عن ايه؟ ودي كذبه لان الكاميرا الثالثه هي مش كاميرا، هي الفلاش بتاع الموبايل محطوط في شكل كاميرا ثالثه. عامه حركه يعني جامده. بص بتاع فلاش الكاميرا الثالثه بتنور الضحك حاجه تضحك بس بصراحه عامه لذيذه لذيذه قوي يعني. احنا قعدنا واحنا بنحضر ريفيو قعدنا كتير عمالين نفكر هو في الكاميرا الثالثه دي بقى ايه، وندخل على المواقع ونسيرش وندور. بعد كده جيت ابص كده دي فلاش تمام. فهو تكنيكلي كده انت عندك كاميرا واحده بس في ظهر الموبايل، مفيش كاميرا الترا وايد، مفيش كاميرا زوم، هي كاميرا واحده بس 50 ميجا بكسل. الصور طبعا من الكاميرا دي صور محتاجه وقت، يعني انت لو هتفكر تصور صوره انت محتاج تثبت شويه وانت بتصور الصوره عشان تطلع حلو، عشان الفوكس بتاعها يظبط. ايوه فيها فيز ديتكشن اوتو فوكس، ولكن ده مش معناه انك هتحرك ايدك بسرعه. هنا البروسيسور مع الكاميرات مش الحاجه السريعه اللي انت تعرف تروح كده وتمشي، لازم هتاخد وقتك وانت بتصور عشان تطلع صور كويسه. اخدت وقتك وانت بتصور، الصور تطلع كويسه، الصور تطلع من الكاميرا خلفيه، صور الصراحه لذيذه وعجبتني وصورت بيها كذا صوره كده على السعر بتاع الموبايل، صور حلوه قوي. الكاميرا السيلفي على سعر الموبايل بقى دي اللي مش احلى حاجه بصراحه. هي كاميرا 8 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.0 بتطلع صور معقوله في الاضاءه العاليه، طبعا مش احسن حاجه في الاضاءه القليله، ولكن الصراحه كنت متوقع ان انا اخد صور سيلفي احلى شويه، ولكن برضو خلينا واقعيين فئة دي من السعر وانت بتشتري انت مش متوقع انك تتصور سيلفي فظيعه يعني. ويا سيدي لو عايز تصور سيلفي ايه الموبايل كده على ظهره وتصور. نصيحة اخوية ليك كده مع بعض، لو عايز تاخد صورة حلوة فعلا ادخل على السيتنجز وقلب لوضعية ال 50 ميجا بكسل، لان الوضعية دي هتديك صور شارب اكتر كتير من الوضعية العادية، ولكن خليك عارف انك لما تدوس على الشطر هتستنى 3 ثواني ولا حاجة عشان الصورة تتاخد. ودلوقتي خليني الخص تجربتي مع الريلمي سي 53. الاداء بتاع الموبايل ده كان ممكن يكون افضل، مش اقوى اداء موجود في السوق. البطاريه بتاعت الموبايل ده هي الافضل، 5000 ملي امبير، 33 واط سوبر فاست شارج من الفوك بتاع ريلمي. البطاريه نفسها بتقعد 18 ساعه، والشاشه بتاعت الموبايل ده شاشه كبيره و90 هرتز. الكاميرات كان ممكن تكون افضل شويه خصوصا الكاميرا الاماميه، بس عندك 6 جيجا بايت رامات و120 جيجا ستورج. والصراحه السعر بتاع الموبايل ده ال $130 بره مصر او حتى ال 5000 ونص او 5800 موجود في مصر، ده يعتبر سعر كويس وموبايل محترم على فئه السعر اللي هو بيقدمها. واعتقد هنحتاج نعمل مقارنات الفتره اللي جايه، لان في سامسونج عندهم واحد برضو في الفئه دي من السعر، وفي كذا شركه عندها موبايلات تانية، فاعتقد المنافسه بدات ترجع بقوه الفتره دي، وهنحتاج نبدا نعمل مقارنات من هنا ورايح. فلو عايز تشوف المقارنات دي تكون مشترك في القناه. شكرا ليك، شفتوا الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.